ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بشكر كل الناس الحلوه اللي دخلت عند القناه، يا مرحب بيكم ويا مرحب باخواتي العراقيين. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. وبشكر كل الناس الحلوه اللي دخلت عند القناه وسابت لي كومنت يكبر الخاطر. ربنا يا رب يكبر خاطركم جميعا، اللهم امين. قبل ما ابدا الفيديو كده هندعي كده بنية الشفاء العاجل لكل امة محمد. ربنا يا رب يشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم امين يا رب العالمين. وكل اللي في نفسه في حاجة ربنا يديهاله ويرزقنا يا رب الذرية الصالحة دايما، ويكون اولادكم كده برين بيكم، اللهم امين يا رب العالمين دايما. الفيديو النهارده يا بنات فيديو كده كله طاقة ايجابية ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها كده طاقة ايجابية، ويجعل ايامكم كلها كده هنا وسعادة، اللهم امين. وراحة بال وجبر خاطر يا رب العالمين دايما. وكل اللي في نفسه في حاجة ربنا يديها له. بصوا هنا يا بنات، انا الصلاة عندي يعني الحمد لله، يعني الى حد ما كويسة برضو، مش ضيقة قوي يعني الحمد لله. صاحب البيت طبعا كان مديها لون اصفر، فالصراحة لونها كان وحش قوي، كان بيوجع عينينا، وكان البنات ما بيعرفوش يذاكروا منه وكده. على قد ما بنقدر بنحاول ننظف المكان اللي احنا قاعدين فيه، علشان طبعا انتوا عارفين ان احنا قاعدين في المكان وكده، فلازم كده دايما تقومي كده تتوضي وتصلي وتبدأي يومك بفضل الله. عايزة اقول لكم انا اول ما اصحى كده الصبح اقف شوية في البلكونة وابص كده في السماء وادعي كده دعوة حلوة خالصة لوجه الله، برتاح كده نفسيا يا بنات، واحس ان انا يعني الحمد لله ربنا، يعني في حاجات كده الحمد لله بحس ان ربنا راضى عليا فيها، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وهقول لكم ايه سر السعادة اللي انا دايما فيها، والحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على اي نعمة انت بتديها لنا. بصوا بقى، انا عايزه النهارده اقول لكم ايه هي سر السعاده اللي دايما مخلي الواحد كده الحمد لله بيفكر يعني ازاي يومه يمشي كده بفضل الله، ويكون الحمد لله يعني على قد ما يقدر يكون اليوم بتاعه كده مفهوش اي مشاكل ولا في اي حاجه. اول حاجه انا ببعد عن الناس تماما، وعن قال وقيل والكلام ده كله. يعني عايزه ترتاحي في حياتك، ابعدي عن الناس، يعني تبعدي عن الاذى، مش تبعدي عن الناس تاخدي جنب والكلام ده كله، لا تبعدي عن الكلام بس اللي هو ايه ممكن حد يزعل منك ولا حاجه. إيه، انا مش عايزه يعني اطول عليكم الفيديو النهارده، بس يعني في كلام كتير قوي قوي عايزه اقوله لكم. وبجد انا يعني مبسوطة بيكم، مبسوطة بكل الناس الحلوة اللي دخلت القناة جديد. يا رب يا رب تكون فتحة خير عليا وعلى بناتي يا رب، ويعوضنا عن القناة اللي ضاعت مني يا رب. انا مش طالبة حاجة من ربنا غير ان هو يبعت لي اخوات يحبوني واحبهم، ونفضل كده مع بعض يونسوني وونسهم طول العمر ان شاء الله باذن الله. هو ده عشمي من القناة والله العظيم. دايما كده بصحى الصبح الحمد لله ربنا بيكون مرضيني، صحي الصبح كده وصليت والحمد لله وبدأت يومي وكده بفضل الله والحاجات دي كلها. فببدأ ان انا يعني اصلي، اعمل حاجة للبنات. من اكتر اسباب السعادة اللي بتخليني دايما مرتاحة طول اليوم الصلاة الصبح. يعني لو صليت الصبح ببقى مرتاحة باقي اليوم، واحس ان انا في راحة نفسية وفي سعادة ابدية. الحمد ده لله. هو ده سر السعادة اللي في حياتي. تاني حاجة انا عايزة اقول لكم على حاجة يا بنات، مش عارفة دي حاجة حلوة ولا وحشة، بس الصراحة بقابل حاجات كتيرة في حياتي مش عارفة اذا كانت صح ولا غلط. اول حاجة، انا من ضمن الحاجات اللي الناس بتزعل مني فيها الصراحة. يعني انا ممكن يعني الاقي موقف ولا الاقي حاجة اجي اقول لا ده غلط، يعني اقول في الوش ممكن اقول لا ده صح، فاهمين؟ يعني الاقي موقف صح اقول ده صح، الاقي موقف غلط اقول ده غلط. ففي ناس كتيرة جدا جدا بتتضايق مني بسبب النقطة دي. انا طب يا جماعة، انا دلوقتي ما بحبش مثلا يعني حاجة لقيتها وحشة اقول عليها حلوة. فده برضو من ضمن الناس اللي يعني بطلت يعني تكلمني ان انا شهادة، يعني بقيت اشهد شهادة حق، فاهمين؟
هنا بقى الجو الجميل ده، مش عايزة يعني اخدكم معايا في الفيديو في الكلام. الزرعة بتاعتي كل يوم بتاعت البنات عمالة تكبر يوم عن يوم يوم عن يوم، بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم يا بنات ان الزرعة ديت اصلا بنتي كانت بتروح الدرس. المهم هقول لكم على القصة بتاعتها. بنتي كانت بتروح الدرس وكده، فالراجل يعني كانت كل ما تعدي تبص على الزرع، كل ما الزرع ده يعني كل ما تعدي تبص على الزرع. جه مرة في مرة اداها واحدة، وجي تاني مرة راح اداها التانية، وقال لها انت تسقيهم وتحطيهم عندك وهيقعدوا كده هيفضلوا. عايزة اقول لكم ان انا محافظة عليهم، وكل شوية اسقيهم مية واهتم بيهم وكده لحد ما كبروا. انا كنت اخدهم كده صغننين خالص قد كده، بس الحمد لله كبروا عندي وانا مبسوطة بيهم. بحب الزرع جدا وبحب الخضرة، بحب كده، بحس ان هو بيبعت كده هدوء وطاقة ايجابية في المكان وكده. فدايما كده يا جماعة تخلوا عندكم امل بالله، وتخلوا كده في يقين بالله ان دايما دايما ان الحاجة اللي انتي بتحبيها لازم تعمليها. مش لكن مش كل حاجة، في حاجات بنحب نعملها وبتيجي، وفي حاجات بنحبها وما بتجيش. طيب ما بتجيش ليه؟ ممكن لسه وقتها ما جاش، ممكن ربنا معجلها لك، مأجلها لحد ما يجيلها الفرج، تحس بطعمها اكتر، فاهمين؟ زي كده اللي يكون يا عيني مستني نفس ربنا يديه حتة عيل، فاهمين؟ فيفضل مستني يفضل بقى مستني لحد ما فرج ربنا يجي عليه. فتحس ان سبحان الله ان الحاجة لما بتيجي بعد صبر ليها طعم وليها يعني حاجة حلوة قوي. فيا رب يجعلنا كده من الصابرين دايما، ويجعلنا كده من يعني اللي عندهم صبر في كل حاجة. الحمد لله والله العظيم انا عندي صبر في كل حاجة. عايزة اقول لكم ان يعني بقالي زمن، بقالي سنين بحلم كده يكون عندي مثلا اوضه وصاله تكون ملك، فاهمين؟ اللي هو بحلم يعني. فتلاقوني عماله احلم الحلم ده بقالي فتره جامده، يعني بقالي فتره جامده. جوزي احيانا ببقى قاعده يضحك عليا يقول لي بطلي يعني انتي عماله تحلمي وكده. اقول له بحلم، هو الحلم يعني هيبقى بفلوس؟ ادينا بنحلم علشان لما يجيني الحلم ابقى طولت كده اللي يعني حسيت كده ان انا عملت حاجه، فاهمين؟ فالحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا ويسعدكم ويجبر بخاطركم دايما، اللهم امين. انا مبسوطه جدا جدا، كملت 200 مشترك، يعني عايزه اقول لكم مبسوطه جدا. كملت 200 اخت. يا رب كده عيلتي الصغيره تكبر بيكم كمان وكمان. ده الشكل النهائي للصاله بتاعتي، علشان الناس قالت لي ممكن تصور لنا الصاله. لمعت برضو الجزامه ومسحتها، ودخلت هنا كان عندي الهدوم دي كلها اللي انتوا هتشوفوها دي كلها دي هنا كانت متكركبة. يعني البنات حاطين شوية هدوم كنت لسه هنشرهم، والشوية التانيين كانوا ناشفين، فقلت لا هشيلهم كده علشان خاطر برضو ان الواحد يعني ما يسيبش الحاجة كده تعفن. عايزة اقول لكم يا بنات دايما كده تحط ايدك في الحاجة، دايما كده تخلي عندك قبول طول ما انت بتحبي بيتك وتحبي الشغل اللي انت بتشتغليه هتقدري تستمري وتكملي وكده. لكن طول ما انت زهقانه وتعبانه وقرفانه الشغل مش هيخلص. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.